تشرق شمس جديدة على متليل الشعانبة. مع خيوطها الأولى نزل رحال أرضاً لا تبوح بأسرارها إلا لمرتاديها. في زحام السوق استوقفه الشيخ ثامر بنظرة فاحصة كشفت الكثير. فما الذي رآه الشيخ ليرى في ثياب الضيف غربة عن وقار هذه الأرض؟ مرحبا بالضيف، أراك تجول في سوقنا بعين غريبة، لباسك هذا ليس من عاداتنا. جئت لأستكشف أسرار متليل الشعانبة يا شيخ، وأتشرف بمعرفتكم. يأخذ الشيخ تامر رحال إلى منزله، وعلى صينية الشاي والنعناع يبدأ أول حكم لباس الشعانبي. هذا الثوب الذي يلبسه هو الثوب العربي الأصيل، يستر البدن ويبرد علينا الهجير ويخفف علينا حرارة الشمس. لباس أجدادنا مريح في الحركة ويحمل هوية أرضنا. ويحدثه عن البرنوس فيقول: انظر يا بني، هذا هو البرنوس، هو سيد اللباس، فيه تبدأ هيبة الشعانبي. خيمتنا التي لا تفارقنا، يحمينا من قسوة الريح ويدفئنا في ليل الصحراء الطويل. إذا وضع الرجل القلمونة على رأسه فاعلم أنه في مقام هيبة أو صلاة. إذا أنزلها وألقى بالبرنوس خلفه فهي علامة الفروسية والجاهزية لمهمة أو سفر. وعن اللحفة يكمل قائلا: وهذه اللحفة مصفاتنا من الغبار، لفتها تطوى بإتقان، حبل نجاة في الشدة، وهي الكفن الطاهر الذي يلقى به العبد ربه. من وقار المجلس إلى صخب العرس اصطحب الشيخ ثامر رحال ليرى سحر لباس العريس في أبهى تجلياته. فهل ذاك اللباس مجرد زينة أم هو رمز لا تكتمل هيبة الشعانبة إلا به؟ ها قد وصلنا إلى العرس، وهذا هو العريس. زف العريس ببرنوس أبيض ناصع رمزا للنقاء والبداية الجديدة، ليطل على قبيلته بكامل وقاره وأصالة جيله. أما التاج فهو علامة انفراد العريس بسيادته وفرحة أهله بليلة عرسه. أما الملحفة فلم ينسها الشيخ تامر. وهذه الملحفة هي لوحة من الألوان تروي حكاية الجدات، تطرز يدويا بحب وتتزين بالحلي التي تلمع مع كل حركة. وعن العفة والوقار يحكي له عن القنبوز. أما النسوة فيلبسن القنبوز رمز عفتهن وحشمتهن، ينظرون إلى العالم من عين واحدة مما يفرض على الغريب احترامهن. ما شاء الله، بارك الله فيهن. اليوم لم أتعلم كيف ألبس فقط، بل تعلمت كيف أحترم تاريخا ينسجه الناس هنا بكل فخر. أشكرك جزيلا الشكر يا شيخ ثامر. لا شكر على واجب، هذه عاداتي وتقاليدي أعلمها لتبقى للأجيال. وكل قطعة من اللباس تحمل حكمة تجعلها تنسجم مع طبيعة المنطقة. نعم يا ولدي، فهذا هو الإنسان ابن بيئته يتأقلم معها. اصطحب الشيخ ثامر رحال إلى منزله مرة أخرى ليقدم له مفاجأة. أجدد الترحاب بك، وهذا لباس الرجل الشعانبي هدية مني إليك. شكرا جزيلا، سوف ألبسه يا شيخ لأصبح شعانبيا. واو، ما شاء الله، هذا اللباس يشعرك بالفخر. فأخرج إلى الشيخ ثامر لأقول له لقد أصبحت شعانبيا من اليوم. ها أنا يا شيخ ثامر أصبحت شعانبيا وبكل فخر. حقا يا ولدي، من اليوم فصاعدا أنت منا يا رحال. وما رأيكم؟ كيف ترونني بهذا اللباس؟ اكتبوا في التعليقات. وما موضوع الحلقة القادمة؟